دكتور أحمد البربري، استشاري القلب والأوعية الدموية. إمتى يا دكتور أعمل رسم قلب؟ إمتى أعمل إيكو؟ إمتى أعمل رسم قلب بالمجهود؟ ماشي. اولا هو مش مفروض المريض يسأل مش هو امتى رسم القلب. اللي هيطلب لك دكتورك الدكتور، صح. انا عايز اقول لحضرتك في مشكله رهيبه جدا مع وجود اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب والماسنجر والرسائل. تلاقي مريض باعت لك رسم قلب. رسم القلب ده ممكن يبقى كويس خالص لو انا كتبت للمريض انت سليم. ممكن يكون عنده جلطه في القلب ويروح ينام ويموت. فانا بكتب جمله لطيفه جدا، بكتب رسم القلب سليم، لكن رسم القلب وحده لا يكفي للتشخيص. لانه يعني الحاله على بعضها الاكلينيكيه بالفحص بالنبض بالشكوى بالضغط بسماع صوت القلب بسماع صوت التنفس بسماع صوت الامعاء والقولون وكده، ونشوف المريض ونشوف النبض في رجله وفي ايده ونشوف الصفرة. ده فحص اكلينيكي كامل. وبناء عليه وشكوى المريض بنبدا نحدد الفحص الامثل، اسمه يعني الاكثر دقه والاقل سعرا. وكل ما نقلل كل ما يبقى افضل. بس ما اعملش حاجه رخيصه وما تفيدنيش، يبقى انا كده بزود الكوست مش بقلله، بزود التكلفه. فانا ده ان احنا بنختار الامثل. بالنسبه بقى الموضوع بتاعنا النهارده وهو وجع القلب او الام الصدر، الف ب رسم قلب. ألف ب رسم قلب على طول.